طبعا حادثة مدينتي كانت مبهدلة السوشيال ميديا، لأن راح ضحيتها أسرة كاملة يعتبر بسبب خدش سيارة. زي ما انتوا شايفين الخدش ده اتسبب في ان ضابط في الجيش قتل أسرة كاملة، اتسببت في وفاة الأم وكل الأسرة راحت المستشفى. فلما العربية اتخدشت الأب والأم حسوا إن ابنهم عمل ذنب، فلازم يروحوا يشوفوا جارهم مين اللي خدشوا العربية هو وأطفالهم علشان يعتذروا له ويشوفوا كمان تعويض كام. وده اللي حصل فعلا، الأب والأم والأولاد راحوا عشان يعتذروا لجارهم لما عرفوا عربيته اتخدشت. لكن للأسف كان رد فعله غريب جدا، ودي صورة للضابط اللي دهس أسرة كاملة، اللي ما همهوش أطفال أبرياء، اللي ما هموش أي حاجة غير إنه عنده سلطة وبس. ولما الأب اعتذر له ركب العربية وهو في حالة هياج شديد وراح دهس الأم عن عمد، وكمان الأطفال والأب اصابوا بإصابات خطيرة جدا وهما في المستشفى. ولما سألوا الأب قال لهم أنا حاولت أعتذر له ولقيناه ركب العربية بصورة غريبة جدا وفعلا كان قاصد. اتوفت الأم في الحال واتنقل الأب والأطفال للمستشفى، وهو الضابط سلم نفسه عشان يتحاكم ولسه محبوس على ذمة القضية. يا رب يا رب يبقى ياخد أقصى عقوبة ممكنة، وأكيد محدش فوق القانون، وربنا عادل وحكيم وهيعرف ياخد حق المظلومين.